بس يا حبيبي سيب البيبي، اوعى تبوسه. ولد اوعى تقرب له، ما تشيلوش هيقع منك كده. طيب انا هوريك. ما ينفعش. الحمد لله على السلامه ليكي انتي والبيبي. بس ثانيه واحده، انتوا مش لوحدكم. ايوه في حد تاني، ابنك او بنتك البكريه اللي الغيره هتخليه يأذي اخوه او اخته. طب نتصرف ازاي؟ انا هقولك على 4 حاجات تعمليها. اول حاجه، مشاعرك تجاه المولود الجديد يا ريت تخبيها لغايه اما ابنك او بنتك البكريه يناموا، وبعد كده خدي راحتك. رقم 2، لازم تكوني حنينه على ابنك او بنتك البكريه قدر الامكان، وتحضنيه من وقت للتاني علشان يحس ان مكانته هي. رقم 3، ممكن بابا يشتري هديه صغيره ويديها لابننا ويقول له انها من اخوك الصغير علشان بيحبك. رقم 4، خلي الابن أو البنت الكبيرة يحسوا إن هم مسؤولين عن البيبي بأي شكل بأبسط الطرق. يعني مثلا ممكن تخليهم يساعدوكي وانتي بتغيري للبيبي وبس كده. ابعتي الفيديو ده لبنت خالتك اللي لسه والدة عمر وكان عندها قبل منه تاين.